ولذلك انظر تجد الأطفال الصغار مستهدفين بالتربية الجهادية، تربيتهم في المنزل على بغض الكفار مثلا وقتال الكفار، وتنشئتهم على أخبار الجهاد والمجاهدين وما أعد الله تعالى للجنة في الجنة لهم، تحضيرهم أناشيد الجهاد في سبيل الله. لابد أيضا من التربية الجسدية بالتغذية والوقاية والعلاج، ثم التدريب على ألوان السلاح، وهذا كله يكمل ما سبق. والأمثلة كثيرة لا أريد أن أستطرد فيها، لكن المقصود أن الصبي الصغير يدرب على معاني الجهاد ويربى وينشأ عليها معنويا، وحتى جسميا يربى ويدرب عليها، ولا مانع أن يشارك أحيانا في الجهاد. أما مسألة هل تجلس هنا أو تذهب إلى هناك، فأقول يختلف الأمر. إن كان لك بلاء هنا، أنت داعية مفيد هنا، فاجلس هنا. أما إن كان لك بلاء هناك، أنت إنسان مثلا متخصص في الأمور العسكرية، عندك خبرات قد لا توجد عند غيرك، اذهب إلى هناك. أو أنت إنسان داعي وهنا ليس لك قيمة، لكن تقول هناك أريد أن أنشر الدعوة بينك والتوحيد والعلوم النافعة والوعي الصحيح، فهذا أيضا شيء طيب وشيء. أو طبيب تذهب للطب أو ممرض للتمريض، أيضا هذا جيد، تذهب ولو شهرا أو شهرين هناك، وإلا تبقى هنا وجاهد بقدر ما تستطيع. ونحن يجب ألا نعتقد أنه مجالا واحدا تنصب فيه جهود المسلمين، فلا نضع البيض في سلة واحدة يمكن تسقط السلة هذه فيتكسر البيض كله، لا، نعمل على كل الثغرات وفي كل المجالات، ونسأل الله أن ينصر الإسلام في كل مكان، في أفغانستان وفي الشام. جهاد مع من؟ ومن هو الإمام اللي تبي تجاهد تحت رايته؟ وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أنك تأخذ إذن من الإمام بالخروج لتلك الدولة. المسائل لها أصول، ما هي المسائل فوضى. إذا كان أن تخشى أن شبابنا يذهبون إلى هناك، أنا أقول الذي يتقن شيئا ينفع إخوانه المجاهدين لا تبرأ ذمته إلا بالذهاب. اليوم الأمة بحاجة، كم مات في التزلج وفي التفحيط وفي الدرباوية وفي المخدرات وفي المسكرات وفي حوادث السيارات، وانت خايف على 5 6 يموتون. فليموتوا. وش انك خايف ان الإنسان الذي لديه قدرة نوعية ومؤثرة وفاعلة انه يذهب ويموت؟ هذا يروح أولاد المسلمين للمعارك وللهلاك بدون فائدة وهو جالس هنا. العجيب ان بعضهم يخطب ويتحمس ويروح أولاد المسلمين وهو جالس في بيته يأكل ويشرب، ويروح أولاد المسلمين ويحمسهم ويحثهم وهو جالس ما يروح ولا يعمل، مع أن هذا كله باطل. لكن هذا من التناقض العجيب اللي عندهم. نعم. ألقيتها الأسبوع الماضي الجمعة الماضية في الرياض بأحرفها، أستنهض فيها أهل المملكة بلاد الحرمين الشريفين لينهضوا لنصرة إخوانهم. وجئت اليوم إلى الشعب البطل، جئت إلى شعب مصر العظيم لأستنهضهم بها. هذا رأي الخوارج، اللي يحب يذهب الرأي الخوارج يروح مع اللي يفتي. لا بد من راية ولا بد من إمام. هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نعلن النفير، وسوف نلعن كل مسلم وكل عربي لا ينفر إلى سوريا من أي بلدة كان، من مكة إلى طنجة ومن بغداد إلى أنقرة. هذا رأي الخوارج، هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية. ولكن ما نسيء الظن بهم، نقول هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا. أما إن كان عندهم علم ومتعمدين هذا القول، هذا رأي الخوارج وأهل الضلال. نعم. 9 سنين ما شفته، وأنا مريض طايح جنازة، هو اللي كان يصرف علي. والد عبد المجيد أنهكه الشوق حتى أصبح مقعدا لا يقدر على الحركة، يحتضن ابنه حتى لو بالصورة. مشتاق لبلدي شوق عظيم، وأنا هكذا ما أقدر أقوم للباب، ما أقدر أمشي للباب، وشوقي لبلدي عظيم. وأمي تبكي ليل ونهار مشتاقة لبلدها، ما حيلتها إلا البكاء والتضرع إلى الله، إن الله سخر المسؤولين لها يحضرون من العراق إلى السعودية. وجد أم عبد المجيد لا يحتاج إلى تعليق،
فهنا تتحدث دموعها قبل كلماتها بجوار رفيق دربها في هذه المعاناة. هو اللي عاطف عليه باربي. هو اليوم أنا كل يوم أنا أطلب من الله وأطلب من كل واحد يقدر يساعدني إنه يحضره لي. أشوف أكتب، شوف ثياب أعمى أنت تكفى، ساعدوني أنا وغيري أمهات كثير. حضروا هذول إيش يبغون في مسكينهم، شبابهم راحوا في السجون، إيش يبغون فيهم مساكين ما عندهم أي شيء، والله ما عندهم أي شيء إلا أنهم عبروا الحدود. هذا غرر بهم مساكين جهال صغار. وصلوا كلمتنا للمسؤولين، حنا ما نقدر نروح. شايف زي ما أنت شايف أبوه 3 سنين هذا محله أنا اللي قايمة به، والله إني ما أكذب عليكم 3 سنوات الحمد لله هذا محله ما غيره، غير أنا اللي قايمة به. الله يكرمكم هذا حتى ما يصل الحمام، ما معي حيل أقدر أروح لا أجي، ما واحد لو نقول ودوني والله ما حد يوديني. أقرب شيء جدة، والله دوب وصلت هذا حقت منظمة حقوق الإنسان هنا في جدة، لا أقدر أصل الرياض، لا أقدر أصل المسؤولين. ما دام تجي توصلوا لهم كلمتي، وصلوا له كلمتي أنا وأبوه، قولوا تطلب من الله ثم منكم مساعدتكم. اشتقت هذا البار فيه، هذا الولد الصديق البار فيه، والله يظللني بعمامته في الحج، حججني قبل ما يروح ذيك السنة وعمرني وداني العمرة. يقول يا أمي يا العمرة قدامتي يصل النص بعتكف، وأنا والله ما أدري عنه. ما عندي واحد والله مثل هذا الولد، والله ما عندي ولد مثل هذا الولد. يا رب فرج عليك. أبكي يوم العيد، يا شفت إخواني ببشوتهم، شفتهم يوم العيد وشفتهم كذا وليدي هم معهم، حنأنقهر عندي بالرمضان. هذا اللي أتمنى إن وليدي يصل عندي. بس أنا تعبانة، أنا مريضة، أنا النوم ما أنام، أنا الأكل ما أكله، الشرب ما يهناني. آخر مكالمة تعذبني، آخر مكالمة سمعت فيها صوت ولدي الليل والنهار تعذبني. أدري الولد يحس يعذب يقتل، أنا ما أدري هو حي ولا ميت. أبغى يحاسب كل مسؤول، كل واحد تسبب في ضياع ابني من يدي وذهاب به للقتل وللهاوية. من يقف خلف هذا التحريض؟ يستغل جوانب تأتي عن طريق يعني أسماء بعض المشايخ المعروفين، يقول إنه هذا الشيخ الفلاني ذكر الفتوى الفلانية هذا، والشيخ الفلاني ذكر الفتوى الفلانية هذا، والشيخ ذكر إنه وجوب الذهاب والجهاد في العراق، وبأسماء المشايخ يعني، ومشايخ معروفين يعني، وكلها يعني. وكذلك نتكلم عن مشايخنا وعلمائنا، وحب أن يقول لهم نسيتم أم تناسيتم كلامكم حينما دخلت قوات الاحتلال، وحينما كنتم تتكلمون عن مقاومة المحتل؟ ماذا دهاكم؟ أنسيتمونا في ذلك الأمر؟ حينما أنتم كنتم تتكلمون معنا عن مقاومة المحتل، هل نسيتم أو تناسيتم الآن بعدما وقعنا في ضحية لهؤلاء؟ والله نكأت الجرح، أنت نكأت الجرح هنا، ولعل هذه الرسالة التي قلتها يعني بقلب مكمود تصل إلى أولئك المشايخ. للأسف الشديد أنا شخصيا حاولت مع بعض المشايخ أن يأتوا ضيوفا واعتذروا من أولئك الذين قالوا لكم بالذهاب والنفرة للعراق. حقيقة أثناء استيقافي واجهت يعني بعض الشباب من موقفي، وكان بعض أسئلتهم مثل ما ذكر خادم الحرمين الشريفين: نحن هنا بفعل أشخاص، أين هم الآن؟ صحيح. يعني نحن هنا وقفنا بفتاوى بعض الأشخاص، أين هم الآن؟ هذا السؤال فعلا نعم تقدر تجاوب عليه؟ والله يعني قد يكون أنتم أو المشاهد يعني أعلم بحالهم، منهم من يعني سكن في درجات عالية ونسى من خلفه وكذا، وأنا يعني حتى في بعض الردود على بعضهم يعني قلت له أنت كان غرد على بعض التجمعات اللي حدثت في إحدى المناطق. نعم. غرد وكأنه يؤيد. قلت أنت قبل 20 سنة يعني كان لك أتباع في تويتر طبعا، أين هم الآن وأين أنت الآن؟
فهم يعني في منهم من خرج وقتل ومنهم من هو إلى الآن موقوف ومنهم من يعني وأنت تنعم في نعيمك، وأنت تنعم في القصور الرافهة وفي الأموال الطائلة. طيب هل هذا يروح أولاد المسلمين للمعارك وللهلاك بدون فائدة وهو جالس هنا. العجيب ان بعضهم يخطب ويتحمس ويروح أولاد المسلمين وهو جالس في بيته يأكل ويشرب، ويروح أولاد المسلمين ويحمسهم ويحثهم وهو جالس ما يروح ولا يعمل، مع أن هذا كله باطل. لكن هذا من التناقض، هذا من التناقض العجيب اللي عندهم. تبي تقول وش تبي تقول للي حرضوا ولدك؟ أقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم ومعروفين أنتم، وإن شاء الله يوم من الأيام سيزج بكم السجون وستضحك إن شاء الله. أرضى بهم خلدي لحبهم خير ما ترويه آثاري، شبيبتي سكبت في كاسي، هذا الخط من عهد الفينيقيين. نعم، وخلط بالأشوري. كان متوقع الشيخ شبيه هذا دع جزاك الله خير. أما العريفي فنجم في سماء هدى يضيء للخلق من بدو وحضار. ونعم أنا تعبانة، أنا مريضة، أنا النوم ما أنام، أنا الأكل ما أكله، الشرب ما يهناني. آخر مكالمة تعذبني، آخر مكالمة سمعت فيها صوت ولدي الليل والنهار تعذبني، أدري ولدي أحسه يعذب. تكفون ساعدوني أنا وغيري أمهات كثير، حضروا هذول إيش يبغون في مسكينهم، شبابهم راحوا في السجون، إيش يبغون فيهم مساكين ما عندهم أي شيء، والله ما عندهم أي شيء إلا أنهم عبروا الحدود، هذا غرر بهم مساكين جهال صغار. وفي الختام تقبلوا تحيات مجموعة نايف بن خالد الإعلامية.